أول مرة يتم تصوير إعصار من نار في أمريكا. Little fire tornado. فلا زالت الحرائق حاليا مستمرة بأمريكا، وصار لها 4 أيام مستمرة من تاريخ 7 يناير، وعدد الوفيات ارتفع إلى 10 أشخاص، وعدد النازحين ارتفع إلى 200 ألف نازح، وارتفعت الخسائر الاقتصادية بسبب الحريق إلى أكثر من 135 مليار دولار. واللي زاد الوضع سوء انه بهذه المدن اللي احترقت الهواء صار غير صالح وخطر للتنفس. فسبحان مغير الاحوال، يعني شوفوا هذا الشخص المشهور قرر انه يروح هذه الاماكن ويشوفها بمنظور شخصي. فلوس انجلوس طلعت بالفيديو وكانها مدينه مهجوره، ولا كانها كانت من اكثر المدن الغنيه قبل كم يوم. ففي خبر حاليا طلع وتحذير من اداره الحرائق بكاليفورنيا ان عوده الرياح القويه يوم الاثنين والثلاثاء، فحاليا يحاولوا انهم يطفوا الحرائق باسرع وقت ممكن قبل ما ترجع هذه الرياح القويه. فهذه كانت اخر التحديثات اللي صارت بحرائق كاليفورنيا ولوس انجلوس والمدن الثانيه. فتابعوني عشان يوصلكم كل جديد ويوصلكم اخر التحديثات، ويلا مع السلامه.